ازيكم وعاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. اتأخرت عليكم فيديوهات كتير، معلش بنعتذر للتأخير. ونعمل مع بعض النهارده وصفة حلوة وسهلة وسريعة، بس هي مكلفة شوية حبتين، بس صراحة حلوة قوي. هنعمل مع بعض القرص بعجوة طرية، بس بطريقة حلوة قوي هتعجبك ومش هتتعبك خالص ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. اول حاجة معايا كيلو دقيق. كيلو دقيق بيعمل من 7 ل 8 كوبايات تقريبا يعني، وعليه معلقه صغيره ملح، وعليه معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعايا نص كوبايه زيت، ومعايا كوبايه لبن دافي. احنا متفقين ان اي معجنات تشتغل فيها ميه او لبن يكون دافي. ومعايا هنا كوبايه ونص سمنه بلدي بس سخنه، مش مقدوحه مش بتغلي، بس برضو يعني تكون سخنه مش بارده عشان نبس بيها العجين كويس. ومعايا هنا 4 معالق سمسم، انا مش محمصاهم، براحتك لو انت عندك محمص مفيش مشكله. ومعايا معلقتين سكر وكيس خميره كبيره، انا حطاهم هنا بس عشان احط عليه اللبن عشان اختبر الخميره. ومعايا طبعا العجوه، لو انت عايز تعمليها ساده اللي هي بشمر وينسون براحتك. وحط عليها معلقه سمنه بلدي، بس السمنه تكون جامده كده، ما تحطيش سمنه سايحه عليها، عشان لو حطيتي السمنه سايحه عليها وجيتي تعجنيها مش هتتعجن معاكي خالص خالص، ومش هتمسك في العجوه. تمام. اول حاجه طبعا بنعملها انت عارفه، بنختبر الخميره. تحطي اللبن، بس اللبن يكون دافي عشان خاطر بس ايه، يخلي الخميره تتفاعل. وتقلبي الخميره واللبن والسكر وتسيبيهم على جنب لحد ما الخميره تعمل فقاعات كده من فوق. تتاكدي بس ان هي ايه، شغاله متفاعله معاكي. تمام. وتركنيه على جنب. ونركن العجوه برضه على جنب، مش هنحتاجها دلوقتي. تجيبي الدقيق بقى وتقلبيه كده بالراحه وتسمي الله، صلي على النبي. ممكن على فكره تعمليها كوبايه سمنه وكوبايه زيت، بس انا بحبها ايه، يعني ناعمه شويه، بس ناعمه مش اللي هي بتدوب، مش غريبه، لا. عشان كده بحط لها كوبايه ونص سمنه، بس يفضل طبعا سمنه بلدي مش زبده ولا حاجه، بتفرق معاكي كتير قوي في الطعم برضو. هتحطي السمسم، ممكن تبدليه بشمر او شمر اللي هو شمر وينسون ده، مفيش مشكله خالص. حط نص كوبايه الزيت، تسمي الله بس. وتحطي كوبايه ونص سمنه، كوبايه ونص سمنه سخنين، يكونوا متسخنين كويس عشان تبسي بيهم الدقيق. تمام. بعد كده بقى هتقلبي زي ما انت شايفه كده، سمي الله. واول ما الدقيق يشرب السمنه هتلاقي لونه اغمق كده شويه، لونه غير معاكي زي ما انت شايفه كده. ممكن اللبن تبدليه بميه، مفيش مشكله لو انت ما عندكيش لبن. احنا يعني بنزود الطعم في التست بس، وايه يعني بنزود الطعم مش اكتر من كده. لما اتعامل معاكي كده تبتدي بقى تمسكي العجينه كده وتعملي كده. دي كده بتبسي العجينه بالدقيق. تمام. تعملي كده كويس لحد ما الدقيق كله يتشرب معاكي. بصي بقى هنا بعد ما بستيه معاكي كده تحفه، تمسكيها كده بتمسك في بعضيها. ده كده دقيق وسمنه، احنا لسه ما حطيناش اي حاجه غير دقيق وسمنه وزيت، ريحتها حلوه قوي. بصي بقى الخميره تفاعلت معاكي ازاي، عملت فقاعات من فوق. تروحي مسميه اللي هي كده ونازله بيها كلها، وتبتدي بقى تعجني. ممكن تحتاجي ربع كوبايه ميه او ربع كوبايه لبن كمان، وممكن لا حسب الدقيق. اما تعجني هتشوفي. بصي بقى هنا بعد ما عجنتها شويه العجينه تحفه. بصي انت العجينه مش هتلم معاكي زي البيتزا والكلام ده، هي العجينه لازم تكون تحسيها مفروله كده من جوه. تمام. بس تلمي اهي، بتتلم معاكي، بتتلم معاكي زي ما انت شايفه، والطبق بالصويت. وتيجي تاخدي حته كده تكوري كده وتسمي الله وتضغطي، طريه معاكي وزي الفل ومش بتشقق ولا اي حاجه كده. تمام. تروحي مغطياها بكيس بلاستيك باي حاجه وتسيبيها ترتاح بس شويه. انا بخمرها بعد ما بشكلها مش قبل، بس بسيبها تريح شويه. بعد كده هتجيبي بقى العجوه عليها معلقه السمنه، تدعكيني كده في بعض وتدخليهم في بعض زي ما انت شايفه كده، عشان لو ما عملتيش كده اما تيجي تدخليها الفرن العجوه وانت بتاكليها تنشف منك ومش هتبقى حلوه خالص. فلازم الحركه دي تعمليها سمنه او زبده. هنا العجوه اهي بعد ما دخلتها، بصي في الزبده زي الفل معاكي. على فكره وما عندكيش العجوه دي ممكن لو عندك بلح عادي مفيش مشكله، احنا ما شاء الله السمنه البلدي الكوليسترول في ذمه الله. بعد كده تكوريها كور صغنونه كده
زي ما انت شايفه. انا هعملها كوره عشان انا هعملها مدوره، لو انت هتعمليها بالطول اعمليها صوابع، تكوريها كده لحد ما العجينه تخلص زي ما انت شايفه كده، لحد ما تخلصي الكميه كلها. هنا بقى بعد ما خلصتي العجوه اركنيها بقى، وتروحي جايبه العجينه بتاعتك، وتروحي جايبه حته كده حسب بقى ايه ما انت هتعملي، وتفردي كده، وتروحي حاطه واحده عجوه فيها، وتقفلي وتعملي كده، تكوري تكوري تكوري، وتفرديها بالراحه خالص، وترصي بقى في الصينيه لحد ما تخلصي الكميه كلها، وتسيبيها بقى تخمر. بعد كده تدخليها فرن درجه حراره يعني 200 190 مش اكتر من كده، عشان العجين يستوي براحته. زي ما انت شايفه اهو، بصي انا ولا شققت ولا اي حاجه، زي الفل. هنا زي ما انت شايفه كده هتخلصي كل الكميه، وتسيبيها بقى نص ساعه كده تخمر حجمها يتضاعف، بعد كده تدخليها فرن سخن درجه حراره 200. هنا بقى بعد ما خمرت معاكي، هي شكلها مش باين قوي بس هي خلاص خمرت، هتدخليها على فرن متسخن قبليها درجه حراره 200 لحد ما تاخد لون معاكي، والف هنا وشفا. بصي بقى هنا كنت خلصت كل الكميه زي ما انت شايفه كده اهو، زي الفل، حلوه جدا والله، المقادير مظبوطه 100%. بصي هي اصلا بتدوب والله العظيم بتدوب، دي ساده لو انت بتحبيها ساده بشمر وينسون وكده بس، وفي بعجوه، بس هي سخنه. بصي حلوه جدا ما شاء الله، ولا ناشفه ولا اي حاجه، طريه وحلوه قوي، وهتحبيها جدا صدقيني، بس امشي على المقادير مظبوطه على نفس الطريقه اللي انا عملت بيها، وان شاء الله هتطلع معاكي ناجحه باذن الله. يا رب اشوفكم في فيديو جديد، والوصفه تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.